لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اللي فيها كما قلت خالد قويدر ورياض بوشلاغم، نمر جاسر العيفي، محمد سيسوكو الموريتاني، خليل قصاب، زيدان العبيدي، 2-1. ثم على في هنا على الاولمبي الهزيمه كانت لصالح النجم الرياضي الساحلي، كره داخل منطقه الجزاء تمر لراقي العوالي، كانتي وتدخل لهذه الجرتيلة، توزيع داخل منطقة الإعادة لتوغل هذه الجرتيلة، وبالكرة ثنائية ترجع مرة ثانية. أشرف بن ضياف، توزيع داخل منطقة التشكيلة الأساسية، والأمير التجواني مرر في تيدي بالشوك، توزيع الهدف الأول. الهدف الأول مدافع، يبدو أنه حسام دقدوق، فعلا حسام دقدوق، ويعتد الكرة ستلعب على زوز، تتلعب فادي بالشوق، التوزيعة ولا دقدوق بالراس، يغالط الحارس سيف الساحلي. إعادة مرة أخرى من زاوية تقريبا كان بعيد عن التشكيلة الأساسية، بقرار أخرى يقول داخل منطقة الجزاء محمد كان الدين الشرفي، وهذه كرة مرة ثانية عادة لهذا التدخل قبل أمير التجوري داخل منطقة الجزاء. تشوتي يسدد، تصدم، يبحث عن تشوتي، تمر الكرة لأمير التجوري، حذر ولم عملية. أمير التجوري حذر، كان في مكان طليق، تجيب للنجم الرياضي الساحلي، وتسديدة قوية، تسدد قوية جدا شوية قبل الوصول نتاعو، ورفع باللزاق وفرصة فيها محمد كانتي، رفع في اللصق، شافه تلب الكرة الحارسي، وكرة مرة أخرى من مرة أخرى. الترويج كان بين المحرسي بالساق اليسار، مقاوسة سهلة دوسر، يحذر الكرة اللي سلاح الغدامسي، ولا محمد ريان عنان، ترجع مرة ثانية سيدريك كبو، محمد ريان عنان سلاح الكرة مرة أخرى، والتسديدة وتألق الظهير الأيمن سلاح الغدامسي، حاول يحذر، تسديدة مرة أولى من محمد، أخرى التسديدة من محمد كانتي، لحظة هي الثانية لصالح النجم الرياضي الساحلي. كرة مرة أخرى تدخل الدفاع للنجم الرياضي الساحلي، رقي العواني محمد كانتي، الغدامسي توزيعة في القايم لون، وتدخل الدفاع، تمريرة محمد الدوري كريستو، وخروج الحارس عنان حسام دقدوق، تترفع الكرة في القائم الثاني، تحديث ورقة حمراء فما في غرفة الفار. عاد لهذه العملية مرة ثانية، مشكورين الزملاء، مرة أخرى راوغ في غرفة الفار، إعادة للعملية، العملية الأخيرة، توغل محاوي كريستو، راوغ القرار نتاعو في حواره مع غرفة أنه آخر لاعب في تشاو يخرج الورقة الحمراء. مضى الحارس سيف الدين الشرفي في توقيت 2 هذا الإقصاء، إعادة في أخذا مكانه حمزة الغانمي، القرار تخذاه، وهذه تسديدة باليوتي، حب يلعب 1-2، توزيع، تمر الكرة وتدخل مرة أولى المدافع، مرة أخرى للثاوي كريستو، مرة دافعين المتابعة، حب تمشي الكرة لأشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف يرجع مرة ثانية، والتسديدة تستطيع تتلعب الكرة ثنائية، ترفع من الكوني خلفها داخل منطقة الجزاء، تسديد. الحكم يعاين كما قاعدين تتابعوا معنا الإعلان عن القرار الأخير في هذا من غير كرة بين فادي بالشوق من زاوية أخرى لهذا الحوار بين مهاجم الرواندي. تابعوا في اللقطات اللي قاعدين تشاهدوا فيها على الصورة كما الحكم قاعد، رأى الثانية لفادي بالشوق والثالثة في هذه المباراة، احمرت في هذه المباراة حمراء أمام المهاجم. غرفة الفار، خروج رويدا 3 أوراق ثنائية مرفوعة داخل منطقة الجزاء، يحذر بالراس معتز سوشان، والكرة محمد كانتي يسدد، متمركز في المكان المناسب، كرة مرة أخرى لصالح النجم الرياضي الساحلي، التحضير يفتكها النجم الرياضي الساحلي محمد الضوي كريستو، يلقى الحل مع صلاح الغدامسي، عاقل العواني 2 ضد 2، وباش يلقى مساحات ثانية
اثنين ضد اثنين. يرقي العواني، يرفع كرة محمد اللاوي، حب يحاول سيدريك كبو داخل منطقة الجزاء. محمد ريان عنان، محمد سريع لصالح حتى رجل الجرجيس يستعلم وهدف التعادل. ثم يعود خلفة التسلل، يعود تمكن من التعديل وسيعود لغرفة الفار. هذه إعادة للعملية. المهاجم النيجيري وغالة الحارس صبري بن، وإعادة للعملية مرة أخرى. والإمكانية في 18 دقيقة لعب في المرات السابقة للورقة الحمراء. إعادة للعملية مرة أخرى. قاعدين أكيد يتابعون يحذرون في كم عن مخالفة في محاولة لإعطاء دفع جديد لخط هجوم النجم الرياضي سعلي. وهذه كرة تسديد المباراة، وهذه كرة تبقى من سلاح الغدامسي أشرف بن ضياف. وكرة قدم أكثر محمد اللاوي كريستو، توزيع وركنية عن طريق حسام دقدوق مرفوعة لهذه لمجد جرتيلة منذ إعادة مرة أخرى لهذه العملية. رفع باب ديالو ليصعد للمعادلة الهجومية لكن يخير التسديد. الكرة في اتجاه مؤمن الرحماني. مؤمن الرحماني يحاول أمامه زوج مدافعين. مباشرة أصدقاء، هكذا كان ملخص ديال مباراة اليوم بين فريق النجم الساحلي وضيفه فريق الترجي الجورجيسي. الجولة 13 مباراة كانت شيقة بين الفريقين. بالفعل كل فريق يريد يحصل على ثلاث نقاط. كعرف فريق النجم الساحلي في آخر مباراة جولة 12 فاز على الأولمبي الباجي ب2-0. في آخر الدقائق فريق النجم قدر يسجل هدفين زائد 90، ثم حصل على 3 نقاط مهمة بالفعل في تلك المباراة أمام فريق أولمبي الباجي اللي كان أيضا ما كانش سهل. كان قدم مباراة آنذاك جيدة. اليوم فريق الترجي التونسي أيضا فريق قوي، عنده لاعبين عندهم طموح كبيرة باش يكونوا في أحد المراكز هذا الموسم الجيدة في الدوري. الأصدقاء ديالي ما نطولش عليكم، نتمنى فقط تدعمونا بواحد اللايك لهذا الفيديو، وأيضا تشتركوا في القناة وبارطاجيو الملخص مع الأصدقاء ديالكم. تحياتي لكم، نتلاقاو إن شاء الله في ملخص جديد في قادم المباريات. السلام عليكم.